وين موجودين الحقول الغازية اللي في الأحفورة، وتتسمى خريطة احتياطي الغاز المؤكد اللي نجمنا نستكشفوهم حتى لتو، ومجموعهم يمثل تقريبا 190 تريليون متر مكعب، موزعين بطريقة غير متساوية على أقل شوية من شطر دول العالم. باش نفهموا لأي درجة مش متساوي التوزع هذا، جينا لترتيب الدول حسب احتياطي الغاز المؤكد. لقينا لل10 دول الأولى في الترتيب عندها 81% من المخزون العالمي. إجا نشوفوا كيفاش موزع الاحتياطي هذا على الخريطة. في المرتبة الأولى نلقاو روسيا وحدها بتقريب خمس الاحتياطي العالمي. بعيد عليها نلقاو في المرتبة الثانية إيران ب 17%، وفي المرتبة الثالثة نلقاو قطر ب 13%، واللي يتقاسموا واحد من أكبر الحقول الغازية في العالم. ونلاحظوا أنه في الشرق الأوسط بركة فما أكثر من 40% من الاحتياطي هذا، ما غير ما ننساو أقوى زوز دول اقتصاديا اللي هما أمريكا والصين اللي موجودين زادة في العشر الأوائل. كيما نلقاو في المرتبة 11 الجزائر اللي عندها 80 تريليون متر مكعب، واللي يمثلوا 1.2% من الاحتياطي العالمي المؤكد. وهذا اللي يخلي الدول هذه عندها تأثير كبير على السوق العالمية وعلى شنيا قاعد يصير في الدنيا وفي حياتنا متاع كل يوم، معناها السياسات العامة اللي باش نرجعوا لهم من بعد. أما اللي لازم نعرفوه قبل هو أنه الترتيب هذا ينجم يتبدل في أي وقت، خاطر الدول تنجم تكتشف احتياطي جديد. الترتيب هذا مهم باش نفهموا شكون هم الدول اللي عندهم أكبر مخزون متاع غاز طبيعي، لكن يختلف شوية على ترتيب الدول المنتجة للغاز. وقت اللي دولة يكون عندها احتياطي كبير مش بالضرورة تكون